خليني أسألك سؤال، لو معاك 500 درهم دلوقتي هتعمل بيهم إيه؟ تصرفهم ولا تستثمرهم؟ الحقيقة إن المشكلة مش في المرتب، المشكلة في إنك بتعيش على الاستهلاك مش على التفكير في الربح. خليني أقول لك حاجة يمكن تكون صادمة، لو فضلت تصرف كل فلوسك عمرك ما هتوصل للحرية المالية حتى لو مرتبك زاد، لأن اللي بيصرف 500 هيصرف 5000، لكن اللي بيتعلم يكبر فلوسه هو اللي بيكسب بجد. طب نعمل إيه بال 500 درهم؟ أول خطوة، غير طريقة تفكير. بدل ما تسأل هصرفهم في إيه، اسأل إزاي أزودهم. السؤال ده لوحده هيغير حياتك. تعال نعمل خطة بسيطة جدا. واحد، اختار منتج مطلوب، مش أي منتج، لازم حاجة الناس بتشتريها بسرعة، زي اكسسوارات موبايل، عطور، منتجات نسائية، أدوات بسيطة للبيت. اتنين، اشتري بذكاء. بدأت ب 500 درهم، كسبت 100، بقت 600، اشتغلت بيهم تاني بقوا 800، بعد شوية بقوا 1000. انت بقى عندك مشروع مش مجرد فلوس بتتصرف. المشكلة مش انك مش معاك فلوس، المشكلة انك مستني تبدأ لما يبقى معاك فلوس كتير. لكن الحقيقة كل الناس الكبيرة بدأت صغيرة. 500 درهم ممكن تكون بداية مشروع أو مجرد مصاريف يومية، الفرق كله في قرارك. ابدأ النهاردة وما تستناش. ولو عايز طرق عملية تزود بيها دخلك تابعني واعمل لايك، والفيديو الجاي هيكون أقوى إن شاء الله.